لو انت جاي على هولندا ومعكش ولا مليم وعاوز تتغدى من غير ما تدفع حاجة، تعال اقولك هتعمل ايه. طبعا انت لو كنت في مصر كان زمانك دلوقتي دخلت يا عيني ولبست المريالة وهاتك غسل في الصحون. تعال اقول لكم انا عملت ايه. اول ما دخلت لقيت ترابيزة كبيرة فيها عدد جبنات كتيرة، اشي احمر وشي اخضر وشي اصفر. ترابيزه اكتر من عدد صحابي على الفيسبوك. قلت ما بديهاش بقى، انا لازم اجربهم كلهم. لقيت ست بتبص لي كده بتقول لي عاوز تجرب دوق. قلت لها دوق ايه يا حاجه؟ ده انا مصر، انا جاي اتغدى هنا. الجبنه ديت معرفش اسمها ايه، بس قلت يلا بينا. والحته ديت تحس ان هي دافيه شويه، وانا مش عارف اسمها ايه، بس هي جبنه حلوه برضك. وخلي بالك عشان في جبنه انا لاحظتها وانا باكل، لقيتها بطعم الخمره وبطعم طعم الخنزير. هو احنا جايين نتغدى هنا ولا جايين تعملوا فينا ايه؟ والله ما بهزر، الكلام ده فعلا. هتلاقي كل انواع الجبن وكل انواع الجبن موجودة هنا. ايش جبنة بالجنزبيل وجبنة بالخمرة وجبنة بالحشيش وجبنة بأي حاجة يتخيلها. ادخل دوق يا معلم، بس انت خلي بالك ابعد عن الانواع اللي فيها حرام. الناس كلها بتدوق حتة واحدة وبتمشي، لكن العبد لله عشان خاطر مصري. انا مش عاوز اقول لكم عملت ايه. خد دي جربها، جبنه جامده جدا جدا. ودي معرفش بطعم ايه، بس يلا جربها. ما انا جاي اتغدى هنا بقى، ده انا جاي اخربها، ده انا جاي اطلع تذاكر الطيران واطلع حقي. دي معرفش عباره عن ايه، بس يلا نجرب. الجبنات يا جماعة في هولندا ممكن تدخل تاكل لغاية ما تشبع، ولا حد هيكلمك ولا حد هيبصلك، وانت هتظبط حالك. ادي محل الجبنة. جبنات ايه، حلاوة ايه، هولندة ايه يا معلم، انت جاي تتغدى وتظبط حالك وتعيش. ادي يا جماعة محل الجبنة ازاي تتغدى. وهسيبكم بس كده، يلا بينا حلي. وادي الحلويات كمان. ادي الحلويات بردك مقطعة، واحنا ما سيبناش اي حاجة. ما احنا مصريين بقى يا عم بقى، احنا مصريين جايين نظبط دماغنا، جايين نتفسح، جايين نظبط حالنا. في انواع جبنة في هولندا كتير. كل ما اجي ادوق اقول لا دي احلى واحدة، اجي على اللي بعديها انسى اللي فات واقول لا 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 لا، دي بقى اللي مية مية. وفي الاخر معدتي بقت تقول لي هو احنا لسه هنا؟ هنخلص امتى؟ قلت لها هنخلص، مفيش حاجة هتخلص، لازم اظبط حالي وبعد كده افكر اخلص امتى. انا عارف يا جماعة البقرة لو كانت طلعت لي كانت تقول لي ارحمني يا ابني، انا عندي عيال عاوز اربيهم. تربيهم مين يا حاجة؟ احنا داخلين ندوق وداخلين نجرب في كل انواع الجبن. من كتر اكل الجبنه حسيت نفسي ان انا جزء من المبنى. بصراحه يا جماعه انا حسيت ان انا بقيت اتشيش ادسنت. نفسي اروح كل يوم، عاوز اعيط وادوق. انا مش جعان بس محتاج جبنه تفهمني. كل الناس هنا بتاكل برقي وانا واقف بلعب بالجبنه في عيني عشان ادوق واسرع. بصراحه يا جماعه من كتر اكل الجبنه حسيت ان انا في علاقه توكسيكو مع الجبنه خالص. عاوز اقول كفايه كده، بس سمعتي تقول لي يا ابني حرام عليك ارحمني. ادخل بقى على شويه جد. في هولندا في انواع جبن كتير جدا جدا جدا. انت فعلا بتدخل تجرب الجبنه دي تعجبك، دي تعجبك، دي تعجبك. بتجرب الجبن كلها فعلا يا جماعه. يعني هي يعني انت بتدوق نوع من انواع الجبنه مره واثنين وثلاثه. وهنا هناك الناس ذوق جدا جدا. يعني انت بتاكل يعني نسلك تقريبا رغيف عشان خاطر تشبع. ففعلا يا جماعه يعني اليوم ده كان يوم جامد جدا. واي حد رايح هولندا ما تفوتكش تجربة الجبنة. يوم حلو جدا. شايفين يا جماعة ادي الجبنة. ده طبعا هما بيحطوا صوص معين، معرفش والله صوص ايه، مربى ولا صوص ايه، بس يعني اهو كله عند عرب صابون. وادي يا جماعة انواع الجبن الكتير جدا اللي احنا دخلنا وجربناهم كلهم. سعر تقريبا ممكن 10 يورو او 15 يورو للنص كيلو. احلى حاجة في هولندا شعبها حلو وثقافتهم جامدة جدا. لو انت كنت في حتة غير هولندا او في اي دولة تانية كان ممكن دلوقتي جرجروك وخلوك تغسل الصحون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشوف انت لو في فيديو معين حابب احطهولك قولي عليه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.